قابلت في الكومنتات منكم اللي بيقول لي ايه ده الدرس ده اخدناه في رابعه ابتدائي، ايه ده الدرس ده اخدناه كمان في اولى اعدادي، كمان هتديهولنا في كمان تانية اعدادي معانا. هقول لك بس خد بالك ايه الاختلاف من ابتدائيه لغايه اولى اعدادي لغايه تانية اعدادي منهجي جديد معانا. الاختلاف ان هو زود جزء الكيمياء الفيزيائيه. طب والنهارده انا هعمل معاكم ايه؟ هنحل اسئله على الدرس التاني وهي تغير حالات الماده. تيجي نشوف اول سؤال مع بعض، هو سؤال المصطلح العلمي. واول سؤال بيقول لي درجه الحراره، يبقى انا هتكلم في درجه الحراره. في الاخر تكتب لي ايه؟ درجه الحراره. قال تتحول عندها الماده، استني خدي بالك ده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. يبقى انا كده اهو عايزه احول من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. طيب يا ترى ساعتها درجه الحراره دي هتكون اسمها ايه؟ قال لي والله بدل من الحاله الصلبه للحاله السائله يبقى انت كده عملت عمليه انصهار. يبقى الدرجه اللي معاكي دي اسمها درجه ايه؟ اسمها درجه الانصهار. يعني لما اجي اقول لك سؤال علمي مصطلح علمي تقول لي كلمه ايه؟ درجه الانصهار. طيب سؤال رقم 2 بيقول ايه؟ درجة الحرارة. برضو هقول مصطلح علمي درجة حرارة، انا ماليش دعوة بعمليات دلوقتي. قال لي تحول عندها المادة، قال لي خدي بالك تحول مادة من الحالة السائلة إلى المادة من الحالة الغازية. يا ترى المادة اللي درجة الحرارة أقدر أحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. دي كان عندي اسمها كنت ساعتها بتعمل تبخر للمية، بتغلي المية معاك علشان توصل لدرجة بخار المية، يعني تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طب انت عملت ايه؟ انت غليت المية، يبقى الدرجة دي عندي اسمها درجة ايه؟ اسمها درجة الغليان. يبقى انا كده عندي حاجتين مهمين جدا معايا في المنهج الجديد، حاجة اسمها درجة الانصهار وحاجة عندي اسمها درجة الغليان. طب سؤال رقم 3 بيقول ايه؟ ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر. اخدنا ان انا عندي حاجه اسمها الضغط الجوي، بس لما اكون عند مستوى سطح البحر ساعتها يكون اسمه الضغط الجوي؟ اقول لك لا. طب لو ما اكون عند مستوى سطح البحر هيبقى ساعتها اسمه ايه؟ قال لي خدي بالك ساعتها هيكون اسمه الضغط الجوي المعتاد. يبقى المصطلح ده لما اجي اقول لك ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر ساعتها تكتب لي كلمة ايه؟ لا اكتب لي كلمة الضغط الجوي المعتاد. سؤال رقم 4 بيقول لي ايه؟ عملية تحول المادة. قال لي خدي بالك ده انت من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. طب كان عندي عمليتين عكس بعض، عملية اسمها التسامي وعملية اسمها التساقط. طب ساعتها كنت بقول لك كده انا بنط النطه بتاعتي من ماده صلبه من الحاله الصلبه للحاله الغازيه. طب النطه دي اسمها عمليه ايه؟ قال لو انت من الحاله الصلبه للحاله الغازيه ساعتها يكون اسمك عمليه التسامي. طيب لو العكس قال لي لا ده انت من الحاله الغازيه الى الحاله الصلبه ساعتها هتكون اسمك ايه؟ انت نطيتك من الحاله الغازيه للحاله الصلبه ما مرتيش بالحاله السائله ساعتها هيكون ساعتها اسمها ايه؟ ساعتها هيكون اسمها التساقط. طب اشهر مثال اخدناه في التسامي والتساقط هتقول لي ايه؟ زي ابخره اليود. كنا اخدنا اشهر مثال اقدر احول اليود ماده صلبه لابخره يود او احول ابخره اليود ارجعها ماده صلبه تاني. طب السؤال السادس والاخير معايا بيقول لي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون الصلب. يا ترى ثاني اكسيد الكربون الصلب ده كنت بطلق عليه في المعمل اسم ايه؟ افكرك ده من الاسئله الخبيثه في الدرس التاني معايا. كنت بطلق عليه كلمه الثلج الجاف. يبقى ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة عندي اسمه ايه؟ اسمه الثلج الجاف. رقم 6 والأخيرة معايا بيقول لي ثاني أكسيد الكربون الصلب. يا ترى ثاني أكسيد الكربون الصلب ده كنت بطلق عليه ايه؟ كنت بطلق عليه عندنا في الكيمياء حاجة عندي اسمها الثلج الجاف. وساعتها في الشرح قلت لك خد بالك عشان ده سؤال ممكن خبيث يجيلك، ايه الثلج الجاف ده اهو؟ قلت لك ساعتها هو ثاني أكسيد الكربون معاه بس في الصورة الصلبة. طيب هجيب لك مخطط في الامتحان، ده من الأسئلة المقالية الحلوة اللي ممكن تجيلك في قلب الامتحان. هجيب لك مخطط وهقول لك يا إما أكمل عمليات يا أكمل المادة بتاعتك يا في صورة صلبة يا في صورة غازية يا في صورة سائلة. طيب الثلج حصل له انصهار
يبقى تحول لمادة اسمها مادة ايه؟ تحول للماء السائل، المية اللي بشربها. طيب الماء السائل عشان يتحول لثلج دي اخدناها من رابعة ابتدائي، يعني اخدناها رابعة وخمسة وستة، يعني حتى لو انت مش عارفها معايا في تانية اعدادي، لا ده منهج انا درسته قبل كده، فاستحالة اكون مش عارفها معايا. طب ماء سائل للثلج ساعتها هتكون عملية ايه؟ انا ساعتها هتكون عملية التجمد. طيب اديني مثال عشان انا مش فاكراها. هقول لك والله لو جبت ازازة المية بتاعتي وانا في عز الصيف بشرب مية متلجة، ميه متلجه يعني جايبها من الفريزر، هحطها اجيبها منين الفريزر دي او هتلجها ازاي؟ قال هتحطها في الفريزر، هتجمدي الميه بتاعتك تتحول ماده سائله اللي هي الميه العاديه للثلج وهي ماده صلبه. طيب الماء السائل حصل له عمليه تكثف، بخار الماء حصل له عمليه تكثف، هو السلام رايح كده حصل له عمليه تكثف فاداني الماء السائل. طب يا ترى بقى الماء السائل هيحصل له عمليه ايه علشان يديني بخار الماء؟ قال لي خدي بالك الميه السائله عشان تتحول بخار الماء انت غليتي الميه، يعني عمليه اسمها عمليه ايه؟ عمليه التبخر. انت بخرت الميه او طلعت منك بخار الميه، يبقى العمليه اسمها عمليه التبخر. تعالوا نشوف مع بعض سؤال تاني من اسئله الكيمياء بتاعتنا، بس الكيمياء اسمها برضه كيمياء ايه؟ كيمياء فيزيائيه، وهو على هيئه ايه؟ على هيئه سؤال اكمل. تعالوا ندخل مع بعض على السؤال التاني. هو سؤال ايه؟ هو سؤال اكمل العبارات الاتيه، وبيقول لي مين العوامل المؤثره على درجتي انصهار وغليان المواد؟ يا ترى ساعتها اثناء الشرح قلت لك كان عندي كام عامل بيأثر على درجه الانصهار ودرجه الغليان؟ معايا كان عندي عاملين اتنين. ايه هما؟ اول عامل معايا هو اسمه عامل الضغط الجوي، وتاني عامل معايا اسمه عامل ايه؟ اسمه عامل درجه نقاء المواد. طيب يبقى انا كده اهو عندي كام عامل بيأثروا على درجتين وانصهار المواد؟ عندي الضغط الجوي وعندي درجة نقاء المادة بتاعتي. طب سؤال رقم 2 من الأسئلة الحلوة جدا معايا ومن الأسئلة برضو الخبيثة معايا، بيقول لي عند انخفاض الضغط الجوي، يا ترى لما الضغط الجوي بيقل معايا، قلت لك ساعتها كنا خدنا في الدراسات ان كلما يزداد الارتفاع كلما يقل الضغط الجوي. ايه اللي يحصل درجة غليان السوائل لما الضغط بينخفض؟ وايه اللي يحصل درجة تجمد برضو السوائل؟ ساعتها اثناء الشرح قلت لك خد بالك ان لما الضغط الجوي بينخفض بترتفع معاه درجة غليان السوائل، يبقى هنا هكتب هنا كلمة ايه؟ ترتفع او تزداد، ترتفع اهي درجة غليان السوائل. طب درجة تجمدها ايه اللي يحصل لها؟ لا ده هنا معايا بتقل، يبقى تنخفض درجة تجمد السوائل. طيب الأسئلة حلوة معايا، بيقول لي ايه؟ عند نقطة الانصهار تكون المادة في الحالتين. يا ترى عند نقطة الانصهار بالظبط المادة بتكون في أي حالتين؟ يا ترى صلبة وسائلة؟ يا ترى سائلة وغازية؟ يا ترى صلبة وغازية؟ يا ترى بالنسبة لي سائلة صلبة وغازاوي سائلة؟ ساعتها هقول لك ثواني درجة الانصهار عند تحول المادة من الحالة الصلبة هتحولها للحالة السائلة. طيب ساعتها هكتب هنا اهو ايه في النقط درجة الانصهار تكون المادة في الحالتين ايه؟ الحالة خد بالك الصلبة، والحالة معايا ايه؟ الحالة معايا سائلة عند انخفاض درجة الحرارة. هحل سؤال رقم 4 وانت تحل، هستناك في الكومنتات تحل معايا سؤال رقم 5 و4. بيقول لي اكتساب طاقة حرارية. امتى بكتسب طاقة حرارية؟ يكون مصاحبة لأني عمليتين من عمليات أثناء تحول المادة. أنا باخد طاقة حرارية، يعني باخد طاقة حرارية من بره. طب تعرف أنا عمليتين لو احنا ركزنا مع بعض إن أنا علشان أجيب الثلج وأحوله لمادة سائلة أو مية سائلة أنا باخد درجة حرارة من الغرفة، أنا بكتسب طاقة حرارية. طب العملية دي اسمها عملية إيه؟ اسمها عملية الانصهار. وبرضه عشان اعمل كوبايه الشاي عشان تعدل المزاج وانا بذاكر ماده العلوم معاك محتاجه اغلي الميه السائله اغليها واحولها لبخار الميه، يبقى انا كده غليتها اديتها من بره، اديتها من بره طاقه حراريه. طيب ساعتها يكون دي عمليه اكتساب ولا فقد؟ اقول لك دي اكتساب طاقه حراريه. طب العمليه اسمها عمليه ايه؟ اسمها عمليه التبخر. يبقى الانصهار والتبخر دي اكتساب طاقة حرارية أثناء تحولات المادة.
طب يا ترى بقى فقدان طاقة حرارية يكون مصاحب لعمليتين نقط ونقط أثناء تحول المادة، يا ترى عمليات إيه معايا؟ ونيجي للسؤال السادس، هي عملية التبخر تستغرق فترة زمنية نقط نسبيا، بينما عملية الغليان تستغرق فترة زمنية نقط نسبيا. يا ترى عملية التبخر فترة طويلة ولا قصيرة، وعملية الغليان برضو فترة طويلة ولا صغيرة؟ هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى الغليان فترة طويلة ولا صغيرة، وعملية التبخر فترة طويلة ولا فترة صغيرة. نيجي للسؤال المقالية من أسئلة حلوة جدا، وطبعا لو جبها لي في الامتحان يبقى هو بيديك هدية. جايب لي كيرف ده عبارة عن علاقة بين درجة الحرارة وعلاقة بين الزمن، وجايب لي من هنا AB ومن هنا BC ومن هنا CD، وبيقول لي في الشكل المقابل يوضح عملية تسخين لمادة صلبة. أنا جبت مثلا مكعب التلج وقمت مسخناه عشان أحوله بخار الماء. أي جزء من الشكل البياني اللي قدامك ده يشير إلى وجود مادة في الحالة السائلة فقط. يبقى أنا عايزة أدور عن أي جزء من الأجزاء اللي أنا رسمها دي توجد في الحالة السائلة فقط. بس تعالى ناخد الكيرف من أوله، يعني من أول من هنا لغاية الإيه. طب من هنا لهنا هلاقي المادة توجد في حالة صلبة، يبقى أنا كده عندي مادة توجد في حالة صلبة. طب من A ل B هقول لك دي نقطة الانصهار بتاعتي أو درجة الانصهار بتاعتي، توجد في الحالة الصلبة وتوجد في الحالة السائلة، يعني الاتنين مع بعض. طب من B لغاية C، من B ل C بس، قال لي لأ، يبقى أنا كده حولت المادة سائلة تحول كلي، يبقى المادة في حالة سائلة. طيب من C لغاية الدي، قال لي خدي بالك من C لغاية الدي، دي كده بالنسبة لي مادة سائلة وفي نفس الوقت مادة غازية. طيب هو السؤال بيقول لي ايه؟ قال لي خدي بالك انا عايز انهي جزء من الاشكال اللي راسمها لك دي في الحالة السائلة فقط. اقول لك في الحالة السائلة فقط اهي، اللي هي from B to C، هو الجزء ده معايا اهي، يبقى from B to C. طيب في الحالة السائلة والغازية هقول لك لا، ده الجزء بتاعي ده انا لسه هحول من المادة السائلة هحولها للمادة الغازية، تبقى اي جزء from C to D، يبقى C to D. وبكده اكون حليت ايه سؤال من الاسئله الجميله جدا واللي محتاجه تفكير معايا من الاسئله المقاليه. تعالى نشوف سؤال تاني مع بعض. تعالى ندخل على السؤال التالت مع بعض، وهو سؤال ايه؟ سؤال صح وغلط، بس خد بالك الاسئله دي من الاسئله الخبيثه اللي ممكن تجيلك في الاعداديه. طب واللي هي ايه الخباثه اللي فيها؟ اقول لك والله كلمه مع التصويب، كلمه مع التصويب يعني لو الجمله اللي معاك غلط تكتب لي غلط وتكتب لي الكلمه الصحيحه كمان بتاعتها. طب أول سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي يغلي الماء عند 0 درجة سليزيوس في الضغط الجوي المعتاد. يا ترى المية بتغلي عند 0 درجة سليزيوس؟ هقول لك خد بالك ده أنا عندي درجتين، درجة الانصهار عند 0 درجة مئوية، ودرجة الغليان الماء تغلي عند 100 درجة سليزيوس. يعني الجملة دي بالنسبة لي غلط ولا صح؟ لا طبعا الجملة دي غلط. طب إيه الغلط؟ لا الصفر سليزيوس ده غلط، لا هي 100 درجة سليزيوس. رقم 2 بيقول تتغير حالة المادة من حالة إلى حالة أخرى. حلو كلام سليم لغاية دلوقتي. باكتساب طاقة حرارية هقول لك يا إما أنا هعمل للمادة فقد طاقة حرارية يا هعمل للمادة اكتساب طاقة حرارية. طب في كلا الحالتين سواء فقد أو سواء اكتساب بالنسبة لي تحول المادة من حالة إلى أخرى هي جملة بالنسبة لي جملة صحيحة. سؤال رقم 3 بيقول لي إيه؟ درجة انصهار الشمع تتساوى مع درجة انصهار ملح الطعام. يا ترى درجة انصهار الشمع، انت لو جربت في البيت انك تصهر شمع هي هتساوي درجة الانصهار بتاعت ملح الطعام او الملح اللي بنحطه في الاكل؟ اقول لك لا طبعا، عشان درجة الانصهار او درجة الغليان هي خاصية مميزة لكل مادة، والشمع مادة وملح الطعام مادة تاني خالص غير الاولانية. يبقى معنى كده تساوي؟ لا هي جملة خاطئة، هي بالنسبة لي ايه؟ تختلف. رقم 4 بيقول لي كل مادة نقية. ايه ده الراجل حدد معايا ان انا بتكلم بس عن المواد النقية لها درجة غليان مميزة لها. يا ترى كل مادة نقية لها درجة غليان؟ اقول لك خد بالك لها درجة غليان مميزة ليها ولها درجة غليان انصهار مميزة ليها. يعني ما ينفعش تقول زي السؤال اللي فات ده ان درجة انصهار الشمع زي درجة انصهار الملح، ده كده بالنسبة لي كلام غلط.
لا، ليه؟ عشان دي مادة ودي مادة، يبقى كل مادة نقية لها درجة غليان وليس لها. دي جملة بالنسبة لي جملة صحيحة. الثلج الجاف هو النيتروجين في الحالة الصلبة. يا ترى الثلج الجاف هو النيتروجين؟ اقول لك لا، خد بالك، ده السؤال ما بين السطور، وهو عبارة عن ايه؟ غساني اكسيد الكربون. يبقى دي بالنسبة لي جملة خاطئة. طب ايه الصح؟ ثاني اكسيد الكربون. رقم 6 والأخير معايا من أسئلة صح وغلط. ولو لسه بتشوف الفيديو لغاية دلوقتي ما تنساش الشير كتير لزمايلك عشان خاطر يستفيدوا معاك. يزداد معدل التبخر عند زيادة سرعة التيارات الهوائية. وساعتها كنت بعمل لك تجربة صغيرة. أنا لو عندي مروحة، دي كده مروحة، وعندي طبق فيه مية، وعندي تجربة تانية الطبق بس هو فيه مية، يبقى دي كده ماء. هرسم هنا مية اهي، وهنا برضه هحط ماء ومروحة. طيب يا ترى أنهي سرعة التبخر فيه أسرع؟ الطبق لوحده لما أحطه في غرفة لوحدها، ولا لما أحط الطبق ده وأوجهه للمروحة بتاعتي؟ ساعتها لا، أقول لك لا، ده معدل التبخر ده الموجه للمروحة أكبر من معدل تبخر الطبق ده اللي هو بس لوحده في الغرفة العادية. يبقى يزداد معدل التبخر عند زيادة سرعة التيارات الهوائية فوق سطح السائل. يا ترى دي جملة صح ولا جملة غلط معايا؟ هقول لك معدل التبخر بيزداد اهو بزيادة السرعة. يعني دي معايا صح، دي بتزداد، دي بتزداد معايا. دي جملة ايه؟ دي جملة صحيحة. والأسئلة المقالية طبعا كلنا مش بنحبها، وهي أسئلة ايه؟ هي أسئلة قارن. يعني هجيب لك كلمتين أو هجيب لك عمليتين أو هجيب لك اكس من الحاجات اللي عندي في المنهج وأقارن بينهم. ولو غلست عليك هعمل ايه؟ هقول لك مع ذكر الأمثلة. تيجي بقى قارن بين عمليتي التسامي وعمليتي التساقط. طب دي هعملها ازاي؟ أول حاجة إني هرسم جدول المقارنة. طب هرسمه ازاي؟ اللي هو اهو، هقارن بين حاجتين، يبقى هعمل جدول واقسمه نصين. وما ننساش طبعا كلمة وجه المقارنة، هكتب هنا وجه المقارنة. طب هو قال ايه؟ تسامي وتساقط، هكتب هنا عملية التسامي وهكتب هنا عملية التساقط. طب أول حاجة هقارن من حيث ايه؟ أنا هقارن من حيث التعريف. يا ترى ايه تعريف التسامي؟ ويا ترى ايه تعريف التساقط؟ هقول لك دي النقطة بتاعتي اللي في الدرس بتاعي، الدرس التاني، وهي عبارة عن ايه؟ بجيب المادة بحولها من حالة صلبة، بحولها على طول لحالة غازية دون المرور بالحالة السائلة. يبقى اللي انا عملته هو اللي هكتبه في التعريف. ايه تعريف حالة عملية التسامي؟ هي عملية تحول المادة، بس المادة ايه؟ قال لي خد بالك دي المادة الصلبة، إلى الحالة، من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور، بس بالإيه؟ قال لي خد بالك دون المرور بالحالة السائلة. طب وهنا قال لي خدي بالك دي عملية تحول المادة، بس المرة دي من الحالة الغازية العكس، الحالة الغازية ارجع للحالة الصلبة دون المرور بالحالة السائلة. يبقى أنا هكتب كلمة إيه؟ لأ، ده عملية تحول المادة بس من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة دون المرور بأي حالة؟ قال لي خدي بالك دون المرور بالحالة السائلة، بالحالة السائلة. طيب ساعتها قال لي ايه؟ قال لي خدي بالك مع ذكر الأمثلة. يبقى كده لازم أكتب في وجه المقارنة الأمثلة. طيب أمثلة زي ايه؟ قال لي في عملية التسامي زي تحول اليود الصلب، وهي مادة صلبة معايا، لأبخرة اليود بارتفاع درجة حرارة. يبقى تحول اليود الصلب إلى أبخرة يود. طب هنا لا، ساعتها لا، ده نتحول أبخرة اليود العكس إلى اليود الصلب اللي هي المادة الصلبة بتاعتي. طيب تعالى كده نشوف نوع جديد من الأسئلة معايا، سواء كان مقالي أو سواء كان اختياري. نيجي لأكتر سؤال كلنا بنحبه مع بعض، هو سؤال إيه؟ هو سؤال اختر الإجابة الصحيحة. وأول سؤال بيقول لي تزداد سرعة جسيمات المكونة للمادة.
عند حدوث عمليتين يا ترى ايه العمليات اللي بتحدث وبينتج عنها زيادة درجة الحرارة أو زيادة سرعة جسيمات المادة؟ أنا ببحث عن ايه؟ زيادة درجة الحرارة، أو بالنسبة لي ايه؟ اكتساب طاقة حرارية. طب هل يا ترى التكاثف والتبخر؟ أقول لك التبخر صح لكن التكاثف غلط. طب هل يا ترى التكاثف والتجمد؟ هقول لك لا، الاتنين غلط معايا. طب هل يا ترى التبخر وهل يا ترى الانصهار؟ التبخر ده ارتفاع درجة الحرارة يعني اكتساب طاقة حرارية، والانصهار ده برضو ارتفاع درجة الحرارة يعني اكتساب طاقة حرارية. يعني ده صح. طب التجمد والانصهار؟ اقول لك لا، الانصهار صح لكن التجمد غلط. انا عايزة اجابة صح فيها العمليتين صح معايا. السؤال رقم 2 وبيقول لي ماذا يحدث لجسيمات المادة الصلبة؟ يا ترى اللي يحصل لجسيمات المادة الصلبة عند انصهارها؟ يا ترى اللي يحدث لما اجيب قطعة تلج معايا مادة صلبة انصهرها لمادة سائلة او المية اللي بقدر اشربها، تظل تهتز حول موضعها، ولا تتوقف عن الاهتزاز، ولا تتحرك بحرية كبيرة وعشوائية في جميع الاتجاهات، ولا تتحرر من مواضعها الثابتة؟ تعال ناخد واحدة واحدة مع بعض. اول حاجه تظل تهتز حول موضعها. انت كده انت عملتش عمليه انصهار، يعني هي ماده صلبه معاكي ما حصلهاش اي عمليه انصهار زي الحديد كده اهو. تهتز الجسيمات حول موضعها، يبقى دي كده جمله خاطئه. طيب توقف عن الاهتزاز، مفيش ماده اصلا معاك توقف عن الاهتزاز، بس كده يبقى الجمله دي مكتوبه اصلا غلط. هتحرك بحركة عشوائية وكبيرة في جميع الاتجاهات. اقول لك الجملة دي سمعتها قبل كده، بس سمعتها في المواد الغازية لا زي الأكسجين، زي ثاني أكسيد الكربون، زي النيتروجين. يعني معنى كده دي جملة خاطئة برضو. ليه؟ عشان أنا بكلمك على المادة الصلبة. هل بقى تحرر من مواضعها الثابتة؟ هقول لك بدل ما كانت حركة اهتزازية بقت حركة كبيرة نسبيا. يبقى معنى كده دي الجملة اللي صح معايا هي رقم د. سؤال حلو من الأسئلة الجميلة جدا اللي تلخبط طالب مذاكر كويس جدا، بس طبعا مش تلخبط معايا. المادة الصلبة التي درجة انصهارها 1500 درجة سليزيوس تتحول إلى الحالة السائلة، يا ترى عند إيه؟ عند ترى 1000 درجة سليزيوس، ولا 1500 درجة سليزيوس، ولا 1550 درجة سليزيوس، ولا 2000 درجة سليزيوس؟ هقول لك ثواني، هو بيتكلم على درجة الانصهار وهو جايبها لي 1500. يعني ايه اصلا درجة انصهار؟ درجة الانصهار انا بجيب المادة بتاعتي بحولها من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة، من صلبة لسائلة، يعني تعمل كده تعمل عملية انصهار. يبقى عند درجة حرارة كام؟ هو جايبها لي هنا 1500، يبقى هتكون عند درجة حرارة 1500 درجة سليزيوس. ليه؟ عشان قال لي كلمة هتحول إلى الحالة السائلة، وأنا عندي المادة تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، يبقى دي كده اسمها عملية انصهار. سؤال رقم 4 بيقول لي عند ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء. لما اجيب ميه اهي، والميه دي كده بالنسبه لي جزيئات الميه، بس هنا في كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. يا ترى ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل لدرجه الغليان؟ هقول لك ثواني. ده انت اصلا لو جبت حالة الميه لوحدها وجيت تغليها مثلا خدت منك 5 دقايق، مثلا خدت منك 5 دقايق وانت بتحسبها على التايمر بتاعك. طب جبت نفس الحله بنفس المقاس بنفس كميه الميه، قمت خلط معلقتين ملح في قلب حله الميه دي، وحسبت لنفسك التايمر يا ترى تغلي عند درجه حراره كام. لقيت ان دي تاخد معايا 5 دقايق بالظبط اللي هي الميه العاديه، ولقيت ان الميه المالحه خدت معايا 10 دقايق. ايه ده؟ يعني خدت نقطه اكبر. قلت له طب ايه ده؟ يعني معنى كده ان الكلام يعني ايه اللي حصل لدرجه الغليان؟ لا، دي زادت درجه غليان المحلول. يبقى عند ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء ماذا يحدث؟ تزداد درجة غليان المحلول. رقم 5 بيقول لي كل مما يليه يعبر عن تحولات المادة. يعني كل اللي جاي ده بيعبر عن تحولات المادة ما عدا حاجة واحدة غلط. يبقى أنا المفروض أختار الحاجة الغلط بتاعتي. يا ترى إيه الحاجة الغلط بتاعتي؟ عمليات انعكاسية، عمليات فيزيائية، عمليات كيميائية يصاحبها تغير حراري. تعال نشوفها واحدة واحدة مع بعض. بيقول لي عمليات انعكاسية، هقول لك ما هو اصلا كنت باخد الانصهار عكس التجمد، والتبخر عكس التكثف، يبقى دي كده عمليات انعكاسية، دي كده جملة صح. طب عمليات فيزيائية، هقول لك اصلا بدرس كيمياء فيزيائية، يبقى دي كده بالنسبة لي فيزيائية. ليه؟ عشان انا قدرت الاحظها عن طريق عناية، زي الثلج لما يجي يتحول لمية، والمية تيجي تتحول بخار المية لما اجي اعمل كوبايتين شاي، يبقى دي كده جملة صح او كلمة صح. عمليات كيميائية، ايه الكيميائية دي؟ ثواني. الكيميائية يعني معنى كده بتحدث تغير في التركيب الكيميائي للمادة اللي معاكي. بس انا لاحظت ان المية
هي بس اتغيرت صورتها، ما اتغيرش تركيبها الكيميائي، يعني هي الميه. مكعب التلج هو الميه، وهو بخار ميه، يعني هي في الاخر ماده اسمها ميه، يبقى ما اتغيرش في التركيب الكيميائي، يبقى دي كده جمله خاطئه. طب يصاحبها تغير حراري، اقول لك هي بالنسبه لي صح، ما انت مره فقد طاقه حراريه ومره اكتساب طاقه حراريه، يبقى دي مين الكلمه الغلط اللي ما تعبرش عن تحول الماده، اللي هي عمليات كيميائيه. كل العمليات الآتية يلزم لحدوثها اكتساب طاقة حرارية، ما عدا ايه يا ترى معاه؟ يا ترى ما عدا الغليان، ولا يا ترى ما عدا الانصهار، ولا يا ترى ما عدا التبخر، ولا يا ترى ما عدا التجمد؟ هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى ايه الإجابة الصح بالنسبة لك. تعالى نكمل الأسئلة مع بعض، نيجي لآخر الفيديو مع بعض ومع تكملة أسئلة اختر. ورقم 7 بيقول لي من المخطط المقابل أي مما يلي يمثل عملية التسامي. يبقى أنا بسألك على إيه؟ أنا بسألك على العملية اللي إحنا كل مرة بننساها مع بعض، وهي عملية التسامي. طب تعالى نشوف كده من المخطط ده اهو، وده ممكن يجيلي سؤال مقالي أو ممكن يجيلي سؤال اختياري زي ما أنا شايفاه دلوقتي. هنا مادة غازية، وهنا مادة سائلة، وهنا مادة صلبة زي ما هو راسملي، وهنا عندي شوية عمليات. طب هو يعني ايه أصلا تسامي؟ أفكرك، دي النقطة بتاعتي اللي كانت في آخر الفيديو من الشرح بتاعي، وهي التحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. يبقى أنا المفروض أحاول أشوف من الحالة الصلبة للغازية على طول. طب لو احنا بصينا عندي كده عمليتين، عملية من صلب المادة صلبة لمادة غازية، وعملية تانية من مادة غازية لمادة صلبة. طب ايه التسامي؟ لأ ده انت من صلب اهي، من صلب لغاز. طيب هي رقم كام معايا؟ هي رقم 1. انا عندي شوية عمليات المفروض اختار منهم. هل يا ترى 1؟ هل يا ترى 2؟ هل يا ترى 3؟ هل يا ترى 4؟ 4 معايا. هقول لك لأ ده الاختيار رقم 1 أو العملية رقم 1. يبقى الإجابة بتاعتي صح، الإجابة بتاعتي صح هي رقم 1. عملية الانصهار عكس عملية نقط. يا ترى عملية الانصهار معايا عكس عملية ايه؟ يا ترى التساقط، يا ترى التكاثف، يا ترى التجمد، يا ترى التسامي. طيب الانصهار يعني معنى كده ان الكلام يعني في عندي اكتساب طاقة حرارية. طيب عكس الاكتساب هي فقد طاقة حرارية. طيب كان تحتيها انا كان عندي انصهار، تبخر، تكاثف، تجمد. يبقى تحت الانصهار عكسها كلمة ايه؟ عكسها كلمة التجمد. يبقى هختار هنا من اختيارات كلمة التجمد. تكون الصقيع يمثل عملية ايه يا ترى؟ برضه من الأسئلة اللي احنا دايما بننساها. هل يا ترى تبخر؟ هل يا ترى تسامي؟ هل يا ترى تساقط؟ ولا هل يا ترى بالنسبة لي تكاثف؟ أفكرك، يعني ايه صقيع؟ الصقيع ده اللي هي التلج، جزيئات التلج اللي وقعت مثلا على شجرة أو وقعت على سطح الأرض، زي ما بيحصل مثلا في البلاد اللي هي الأوروبية، أو مثلا ساعات كنا بنسمع السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها ليه ان اسكندريه مطرت تلج. ايه ده؟ اسكندريه مطرت تلج. الطبيعي انها تمطر مطره، المطره اللي هي الميه السائل، الماء السائل بتاعي ده اهو، بس هي مطر تلج؟ لا دي جديده عليا. طب اللي هي نطرت تلج عندي سميتها عندي ايه؟ سميتها عندي الصقيع. شفتي ايه؟ ده اسكندريه مطرت تلج، مطرت يعني نزل منها تساقط جزيئات للتلج. يبقى العمليه اللي معايا دي اسمها عمليه ايه؟ تكون الصقيع يمثل عمليه التساقط. رقم 10 والأخير معايا من أسئلة اختر، يزداد معدل التبخر بازدياد كل مما يلي ما عدا. يبقى أنا عايزة حاجة غلط مش بيعتمد عليها معدل تبخر الماء. هل يا ترى درجة حرارة؟ أقول لك لأ، كلما تزداد درجة الحرارة يزداد معدل التبخر، يبقى دي كده غلط. مساحة السطح؟ لأ، كلما يزداد مساحة السطح يزداد معدل التبخر، يبقى دي الجملة دي كده بالنسبة لي غلط. طيب طيارات هوائية؟ هقول لك لا، كل ما شغل مروحة أكتر كل ما المية اللي في الطائر معاه تقل، نسبة تبخرها معاه يزيد، يبقى دي كده إجابة غلط. يبقى ما عدا إيه؟ ما عدا نسبة الرطوبة. السؤال المقالي اللي كلنا مش بنحبه، من ممكن نحب شوية مصطلح علمي بس ما نحبش ما المقصود، أو سؤال بنجيبه سؤال في الامتحانات ما المقصود، أو في المنهج القديم كنا بنقول معرف، يعني بنجيب دي أو بنجيب دي. يعني ايه كلمة هيدرولوجيا؟ ايه كلمة الهيدرولوجيا؟ اقول لك دي اخر حتة في المنهج عندنا في اخر صفحة معانا، وهو ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي علم دراسة المياه. يبقى جاي من اسمها هيدرو دي من جزيئات المية، يبقى هو علم دراسة الماء.
وتحولات حالات الماء. يبقى هو علم دراسة الماء يختص بإيه؟ يختص بدراسة تحولات الماء، اللي هي التحولات الفيزيائية للماء. طيب الثلج الجاف قلت لك ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة بسميه ثلج جاف، مش بسميه ثاني أكسيد الكربون. يبقى إيه الثلج الجاف ده أهو؟ لأ ده ثاني أكسيد الكربون. بس امتى؟ قال لي خدي بالك ده في الحالة الصلبة. بكتب هنا ايه؟ في الحالة الصلبة. السؤال التالت والأخير واللي لسه كنت قايلاه في سؤال اختر، يعني هيجيلي سؤال مقالي أو هيجيلي سؤال اختياري. بيقول لي يعني ايه كلمة التسامي؟ تسامي ثواني زي ما انت قلتيلي، كنت بحول المادة من الحالة الصلبة نطيتي بحولها من الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. اللي أنا قلته هو اللي هكتبه. يبقى ايه التسامي ده اهو؟ تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، بس قال لي خدي بالك دون المرور بالحالة السائلة. هستناك في الكومنتات تقول لي يا ترى ايه اكتر جزء عجبك في الدرس، ويا ترى الكيمياء الفيزيائية المنهج الجديد معانا وحش ولا كويس معانا.